أهلا بكم مجددا مشاهدينا. معنا عبر الهاتف المهندس عباس الشواف. مساء الخير. الو. الو، مساء الخير استاذ مهندس مساء عباس. الخير. اهلا بك. مساء عليكم بالخير. اهلا وسهلا. مهندس عباس، حبينا نعرف الى اين وصل نداء حملتكم وطن بالايجار، وما مدى استجابه المسؤولين لهذه الحمله، وما هو ايضا مطلبكم على شاشه سكوب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه شباب وطن بالايجار اسسنا الحمله هذه للمطالبه بالحق الاسكاني للمواطن الكويتي. احنا انطلقنا بالحمله من منطلق الماده 17 من قانون الاسكان، والتي تلزم الحكومه بتوفير السكن بمده اقصاها 5 سنوات من تاريخ الطلب. يعني الحكومه ملزمه ان انا بعد ما اتقدم بالطلب انا تعطيني البيت خلال 5 سنوات، وللاسف الحكومات من 93 وحتى اليوم لم تلتزم بهذه الماده، فلذلك قررنا ان نتخذ الطريق القانوني، نلتجئ للسلطه القضائيه ونرفع قضيه على سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى وزير الاسكان بصفاتهم مطالبينهم بتحقيق هذا المطلب. اما بخصوص الاستجابه، للاسف جميع المواطنين شاهدوا ما حصل في الجلسه الاخيره، الجلسه الاسكانيه، كان الموضوع مجرد تسويق ومجرد بيع كلام في كلام، لم تكن خطه حقيقيه ولا واقعيه ولا يعني شغل ولا تؤدي الى الطموح. انا ودي اذكر نقطه، بان الوزير السابق الاذينا طرح بانه سيوفر 12,000 وحده سكنيه في سنه 2014، ولكن المخطط الهيكلي للبلاد في مخطط هيكلي للبلاد صادر بمرسوم اميري يحدد المناطق السكنيه ويتوقع الخطط للدوله خلال 30 سنه حتى 2030. المخطط هذا يطلب من الحكومه ان توفر 314,000 وحده سكنيه حتى 2030 بمعدل 20,000 وحده سكنيه عشان نقدر نواجه هذه الازمه. هذه الازمه انا ما اعتقد انها ازمه، هذه كارثه، حيث ان وصلنا احنا بالكويت حاليا بان الطبقه المتوسطه، الطبقه الجامعيه، الشباب حديثي الزواج لا يستطيعون تملك منزل في المناطق الحضريه القائمه حاليا. وصلنا حاليا $1,000,000 او 244,000 متوسط العقار في الكويت، وهذا مثل ما احنا عارفين جدا يبعد عن متوسط دخل الشباب. الاحصائيات تقول ان راتب الكويتي متوسطه 1000 دينار 1100 دينار. بناء على هذا الكلام عشان نشتري بيت او المواطن يشتري بيت يحتاج ان يجمع راتبه لمده 20 سنه من غير ما يصرف منه ولا دينار واحد. هذه كارثه للاسف، ولا نجد اي اهتمام حتى اليوم زي من الحكومه او حتى من المجلس. يعني المجلس سوى استبيان واعطونا وعود بانها اولويه وان سيواجهون الازمه وسيوضعون لها حلول، بس لو تلاحظون بالاخبار لم نجد حاليا اي شيء حقيقي نلتمسه لحل هذه الازمه. هناك تشكيل وزاري جديد وتشكيل حكومه جديد صدر اليوم. ما هو مهندس عباس، لو تتفضل يعني مطلبكم عرضه على شاشه سكوب، على هناك من يسمع ويحقق لحملتكم ما تريدونه وطن بالايجار حق الشباب. نعم، طبعا بالبدايه القضيه الاسكانيه هي ليست يعني مسؤوليه وزير الاسكان فقط، هي مسؤوليه حكومه. احنا مثل ما احنا عارفين عشان نوفر المدن الاسكانيه نحتاج الى كهرباء، نحتاج الى خطوط سريعه، نحتاج الى دعم للقطاع الخاص، نحتاج للتمويل، نحتاج الكثير من الامور اللي تدعم الخطط الاسكانيه. ولكن نبارك احنا في البدايه للسيد ياسر ابو الوزير الجديد للاسكان، وندعوه انه يتعاون مع جهات الضغط، يتعاون مع الاكاديميين، يتعاون مع المختصين بالقضايا الاسكانيه سواء بالقطاع الخاص او الجهات الحكوميه لتحقيق رغبات المواطن. يعني انا من ناحيتي احنا كحمله وطن بالايجار ندعوه ان يلتزم بالمخطط الهيكلي وما دعا اليه المخطط الهيكلي بتوفير 314,000 وحده سكنيه حتى 2030. طبعا ما راح يصير ممكن بهذه السنه، ولكن احنا نبي تاسيس، نبي خطط، نبي برامج واضحه نشوفها مدروسه تدعو القطاع الخاص للمشاركه، تدعو الجهات الحكوميه للمشاركه، الاسكان نفسها. يعني للاسف احنا حاليا وزاره الاسكان 3,500 وحده سكنيه بالسنه قاعد توفر، هذا يعتبر ولا شيء، بالمقابل عندنا 8,500 طلب سنويا من الاسر ومن الشباب. فهذا كله يعني انا اعتقد بان هذا ملف شائك وملف صعب، ويحتاج جهد جبار من الحكومه ودعم من الحكومه للوزير. الحكومه ما دعمت الوزير، لا اعتقد بان سنتحرك خطوه واحده للامام. طبعا في هذا يعني المشاهدين احنا حاليا خلاص انتهينا من اجراءات رفع القضيه. خلال الايام القادمه سنتوجه للقضاء
ممكن للاسف يعني مثل ما قلنا لك عندنا يأس من الحكومه ومن المجلس، وصار حتى مع تشكيل الحكومه الجديده. حتى مع تشكيل الحكومه الجديده للاسف القضيه الاسكانيه صاحبتها 30 سنه، شوفي عدد الحكومات اللي صارت هذه 30 سنه لم نرى اي انجاز ملموس منهم. فنعتقد انها صار قدر السلطه القضائيه ان تحل مشاكلنا. فاحنا سنلتجئ لها وسنطالب بالحق الاسكاني خلال 5 سنوات، وفي هذه القضيه سنطالب بالتعويض، يعني حاليا احنا الحين راح نطالب بتعويض وال 5000 دينار وواحد بسبب طول الانتظار، واذا ربحنا القضيه وانصفنا القضاء النزيه العادل سنطالب بامور ماليه اكبر حتى يتحقق الرعايه السكنيه للمواطنين. كان معنا عبر الهاتف المهندس عباس الشواف. مهندس عباس، شكرا جزيلا لك، ولكن يبقى هناك أمل في الحكومة الجديدة، قد تغير وقد تكون هناك خطط تنفيذية. وأترك أنتقل للأستاذ سليمان لو تعلق على مداخلة المهندس عباس الشواف. معاناة. نعم طبعا، أنا الحقيقة قلت في بداية اللقاء أن أنا أعتقد هناك معاناة كبيرة من المواطن الكويتي في قضية الإسكانية. الوضع تأخر جدا، أمور فنية وأمور إدارية متشابكة في المسألة هذه، مسألة متعلقة في بنية تحتية مثل الحكومة الآن تعاني من موضوع الوضع الكهربائي. تصور الآن احنا في الوضع الحالي ونعاني من كل صيف احتمال يكون في انقطاع بالكهرباء، فما بالنا في مناطق سكنية مفترض تلبي طلبات حدود 110,000 تقريبا طلب. يعني هو ذكر كذا جهة. نعم، وكذا طبعا هناك يعني مشكلة أيضا أن هناك عدة جهات متشابكة في الموضوع هذا بين المجلس البلدي والبلدي ووزارة التخطيط والكهرباء وبعض الإدارات الثانية أيضا والوزارات المعنية. هذه كلها يعني أنا الحقيقة شخصيا أدعو أن يكون هناك مؤتمر بس بدون ما يكون هناك بين قوسين ظهور إعلامي، يعني عشان تكون العملية ما تكون على حساب المواطن، تجتمع فيه كل الوزارات المعنية وتطرح الارقام. وانا على فكره انا اعتقد الدراسات كل شيء موجود في الكويت، لان احنا في الكويت ما ينقصنا امرين، لا المال ولا ايضا حتى القوه البشريه. باستطاعتنا جدا ان يعني نستجلب عماله بشكل ضخم جدا تعالج المشكله الاسكانيه، وايضا الحمد لله الاموال لمصلحه من العماله؟ لمصلحه من رح الكثير من العماله بنسب عاليه شهدناها جميعا. نعم، هي الحكومه عندها ارقام، ترى انا اعتقد ان الحكومه ترى ارقام ان هناك قد يكون مثلا جانب مثلا تزايد نسبه الجريمه او تزايد من نسبه العزاب، فئه العزاب في البلد من الاجانب، فبالتالي الحكومه لها يعني نظره في سياستها انها تعتقد المفترض ترحيل جزء او على الاقل ترحيل كان يفترض ان يكون هناك تعويض. اي طبعا المفترض كان يكون هناك، لكن ايضا احنا مع الحكومه في جانب ان هذه العماله جزء منها هامشي وايضا جزء منها غير قانوني، يعني نكون قاعدين